ولوا وجوهكم شطر عمان. في عالم تتصارع فيه القوى وتتشابك فيه المصالح، لا تصنع العظمة إلا العقول الراشدة والقلوب المتبصرة، ولا يستقيم المسار إلا لمن يعرف كيف يوازن بين الثبات والتحرك، بين الصبر والحزم، وبين الحذر والشجاعة. فالحكمة ليست قرارا عابرا، بل فن قراءة الموجة قبل أن تصل، ورؤية الاتجاه حين يختبئ خلف الضباب، والتمسك بالمسار حين تشتد العواصف، لتبقى السفينة على خطها رغم كل الاضطرابات. في الوقت الذي يعلن فيه الغرب تمسكه بوحدة وبناء تكتلات سياسية واقتصادية متماسكة، يغرق العالم العربي للأسف في اضطراب متصاعد تتقاذفه أمواج الصراع، وتتبدل التحالفات، وتعاد صياغة خرائط السياسة يوميا على وقع الأزمات. ويبرز في هذا السياق التشرذم والتفكك، إذ يسعى العرب نحو الانقسام وتشكيل كانتونات صغيرة، وبسبب السياسات العبثية والولاءات الخبيثة والخنوع والتطبيع انزلقت المنطقة إلى ما هي عليه اليوم. ومع ذلك ما زالت في الأمة جذور قادرة على النهوض إن وجدت من يقودها بعقل راجح وبصيرة نافذة. وسط هذه الفوضى الإقليمية تتجلى الحاجة إلى قيادة متزنة ورشيدة، قادرة على قراءة المشهد بدقة والتمسك بالمسار الصحيح دون الانزلاق في فخ الصراعات، ومواءمة المصالح المتضاربة بعقل راجح وبصيرة ثاقبة. ولوا وجوهكم شطر عمان، فهي الدولة الوحيدة القادرة على التعاطي مع كل الملفات الشائكة والمستعصية، ولكم في التاريخ عبر متكرر عن خبرتها الطويلة وفهمها العميق وقراءتها الدقيقة لتشابكات المنطقة. فسياسة عمان تقوم على التوازن والحكمة، وتظل دفتها صامدة في أعتى العواصف، نموذجا حيا للقدرة على إدارة التحديات المعقدة، وصوت العقل الرشيد الذي يهدي سفينة المنطقة وسط محيط من الفوضى. من مسقط انطلقت مبادرات السلام، ومن صلالة ترددت أصوات الحكمة، لتثبت إن عمان لا تنحاز إلا للحق ولا تنجرف إلا نحو الصلح. فلتكن عمان ميناء العقل ومرسى الحكمة وبوصلة النجاة في بحر تتلاطم فيه الأمواج، حيث الحكمة لا تشترى ولا تباع، وحيث البوصلة لا تنحرف مهما اشتدت العواصف.